احنا اتكلمنا كتير عن الماركتنج والميديا باينج، ولكن لقيت الناس بتسالني هو اصلا الميديا باير ده بيعمل ايه. فانا في الفيديو ده هشرح لك الميديا باير بيعمل ايه بالظبط، ومهمته ووظيفته في كل براند بيخش فيه. طيب انت عشان توصل رساله اعلانيه معينه لجمهورك، فانت محتاج تروح لهم في مكان هم موجودين فيه، فبتحتاج تشتري مساحه اعلانيه في المكان ده، وده بالظبط وظيفه الميديا باير. يعني الميديا باينج لما بدا كان في البدايه على القنوات الرئيسيه زي الشوارع، البيل بوردز اللي بتعلق في الشوارع، زي اعلانات الراديو، اعلانات التلفزيون، كل الحاجات دي بدات في البدايه. ولكن حاليا مع تطور رهيب للسوشيال ميديا، بدا الميديا باير يخش على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا اديته ميزه رهيبه ان هو يقدر يقيس ويتراك كل الارقام اللي بيقدر يوصل فيها للاعلان بتاعه. يعني الميديا باير ده شيء رئيسي لاي براند يقدر يخليه يسكيل الارقام بتاعته، عشان كده الميديا باير اساسي في اي براند. ولكن مش الميديا باير العادي اللي هو بيدوس على شويه زراير، لا، الميديا باير لازم يكون عارف ازاي يلانش الكامبين، ده طبعا شيء اساسي، ولكن لازم يكون فاهم ماركتنج، علم التسويق، علشان ده اللي بيبني عليه الحمله الاعلانيه. يقدر يتابع معاك البيزنس، يتابع معاك الاعلانات، يتابع معاك نتائجك، يتابع معاك كل الحاجات دي من اول الستوك بتاعك لحد اصلا فكره البيزنس، لحد ما تجيب ارقام بالملايين. فلو عايز حد يتابع معاك الكلام ده ابعت لي رساله على الخاص.